هو من موضوع شغلة النقل يعني مع ثواني النقل هي شغلانة صعبة، ربك هو اللي بيكتب كل حاجة، الرسمة دي أنا اللي مختارها. هو عامةً الشغل ده أرزاق، إحنا بتوع النقل دول إحنا ما لناش مواعيد، إن هو بيقول لك إيه نقلتك ديّة هتساوي كذا، فأنت بتبقى متراضي. أنا شايف المستقبل مع نقلة. اسمي وليد من القناطر الخيرية، معايا عربية نقل تريلا. موضوع شغلة النقل يعني مع ثواني النقل هي شغلانة صعبة، صعبة ليه؟ اللي أنت مثلًا ما بتنامش ليلك نهارك، نهارك ليلك، يعني شغلك كله يعني ما لكش وقت معين اللي أنت راحة جسمك فيها، فحد زميلي لقيته طبعًا باقول له أنا ما عنديش شغل، طب يا عم تخش على الأبلكيشن بتاع شركة نقلة معاها شغل كويس، أنت ممكن تشيل نقلة مع حد تاني برّه، تشيل نقلة يقول لك إيه اللي هو الشغل العشوائي، اللي هو يقول لك إيه طب أنا عندي نقلة من الحتة الفلانية. طب النقله دي كذا بتدوخ بقى عبال ما توصل. انا اقول انا بص تلاقي جايه من كذا حد لحد ايه عبال ما بتجي لك بتكون مصفيه. انما شركه نقله بتديك النقله زي ما بيرضي الله، النقله جايه بكذا ويقول لك بكذا، وانت انت بتختار يعني كل حاجه باينه قدامك، ما فيش حاجه غصبانيه. مختار النقله اللي انا مختارها اللي انا رايح اعملها، بكون مظبط معاهم اللي هو النقله الفلانيه انا اخترتها خلاص بيشيلوها من بتاع. بروح انا على الشركه الصبح اللي انا رايح لها، اول ما بقوم من النوم الصبح واقوم اروح الجراج، بيكون التبع اللي معايا رايح العربيه مطول العربيه وتمام، وانا رايح ادور عربيه تسخن. لما العربيه تسخن وتمشي جاي تبع شركه نقله الحته الفلانيه، احمل الحته الفلانيه، احمل مطرح ما انا رايح بقى. مثلا تعتيق ان في نفس اليوم بطلع على شده على التعتيق، بنكلم الشركه اللي احنا رايحين لها اللي احنا نفرج عندها، فيقول لك مثلا إيه اخرك الساعه كام؟ الساعه 3، فانت بتظبط ميعادك ان ايه الوقت هيجيبك ولا لا. ميزه شركه نقله اللي انا بروح الحته الفلانيه ما بيرجعونيش فاضي، اللي افتح التطبيق الاقي نقله، اختار نقله، يعني الشغل شغال. عتقت في اسكندريه اشوف نقله انا رايح، اشوف انا رايح فين، رايح العاشر اشوف نقله رايحه العاشر، عتقت في العاشر، عتقت في العاشر اشوف شغل تاني يكون مناسب ليا، اروح توشكا، اروح اسوان، اروح مطرح ما تلاقي الشغل موجود على التطبيق. اللي انا حققه اللي انا ربنا يسترها معايا واكبر زي اللي بيكبر. انا شايف المستقبل مع نقله. ليه؟ اللي مستقبل مع نقله اللي انا في امان.